ليه بنقاوم التغيير وإحنا محتاجينه؟ مش مطلوب نبدأ من غير خوف، كفاية نبدأ بوعي. يا جماعة خلونا نكمل السلسلة دي بهدوء ومن غير أي ضغط. في الحلقة اللي فاتت قلنا حاجة أساسية، إحنا مش كسلانين، إحنا مرهقين نفسياً. والسؤال الطبيعي اللي يطلع بعدها هو لو إحنا تعبانين بالشكل ده، طب ليه بنقاوم التغيير؟ ليه بنفضل في نفس المكان وإحنا أصلاً مش مرتاحين فيه؟ ليه بنكمل في شغل مستنزفنا أو علاقة متعبة أو نمط حياة حاسين إنها خانقانا؟ من بره الموضوع بيبان غير منطقي، بس من جوه له منطق واضح جدا. خلونا نفهم اللي بيحصل بجد. أول نقطة مهمة، التغيير مش فكرة عقلية وبس، التغيير تجربة عصبية. دماغنا مش بيشتغل على الصح والغلط، دماغنا شغلانته الأساسية يحافظ علينا بأقل خطر ممكن. علشان كده قبل أي خطوة الدماغ بتسأل سؤال واحد، هل ده آمن؟ مش هل ده أفضل، ودي غريبة، ولا هل ده صحي، ولا حتى هل ده مريح، هل ده آمن؟ والأمان هنا مش أمان مثالي، ده أمان معروف، أمان متعود عليه حتى لو كان متعب. علاقة بتوجع بس إحنا عارفين نمشي فيها، عارفين إمتى نسكت وإمتى نعدي وإمتى نبرر. شغل مرهق بس إحنا فاهمين قواعده، عارفين إزاي نكمل اليوم ونعديه. بس بالنسبة للجهاز العصبي ده اسمه أمان نسبي. التغيير بقى مجهول، والمجهول بالنسبة للجهاز العصبي مش فرصة، المجهول تهديد. علشان كده التغيير بيعمل مقاومة جوانا، مش لأنه غلط لكن لأنه جديد. والحقيقة المهمة هنا، التغيير صعب مش لأننا ضعاف، لكن لأنه بيهز الإحساس بالأمان. وده يخلينا نفهم نقطة محورية، المفروض نظن إن التعب يخلينا نغير، بس اللي بيحصل غالباً هو العكس. لما نكون مرهقين الجهاز العصبي مش بيتحرك، بيتجمد علشان يحافظ علينا. التجمد ده مش كسل، مش لا مبالاة، مش فشل، ده رد فعل حماية. زي ما الجسم أحياناً يثبت علشان ما يزودش الألم، الجهاز العصبي بيثبت علشان ما يغامرش. وعلشان كده نلاقي نفسنا نفضل نأجل أو نلف حوالين الخطوة، أو نقول مش دلوقتي، لما اهدى شوية، لما الظروف تتحسن. مش لأننا مش عايزين نغير، لكن لأن الجسم شايف إن الحركة دلوقتي مش آمنة. وده بيبان في حاجات بسيطة جداً، نفكر نفتح صفحة جديدة ونقفلها من غير ما نقرأ، نفكر نعمل مكالمة ونسيب التليفون، نفكر ناخد خطوة ونلاقي جسمنا تقيل، مش لأن الخطوة غلط لكن لأن الجهاز العصبي لسه مش مطمن. حتى لو الخطوة شكلها صغير، طول ما هي جديدة عليك هي تغيير حقيقي. وعلشان كده الضغط مش بيشتغل، التوبيخ مش بيشتغل، ولا المقارنة بتشتغل. ايه بقى اللي بيشتغل؟ هو الطمأنة. مش طمأنة بالكلام، طمأنة بالفعل الصغير، الخطوة الصغيرة قوي، مش حيلة تحفيزية. الخطوة الصغيرة أداة عصبية. وخليني أقول لك حاجة مدعومة بالعلم، مش كلام تحفيزي وخلاص. أبحاث كتير في علم السلوك بتقول إن الناس اللي بتتغير بشكل تدريجي فرصتها في الاستمرار أعلى بكتير من اللي بياخد قفزة واحدة كبيرة. ليه؟ لأن الدماغ ما اتفزعش، بنى أمان جديد خطوة بخطوة، مش قفزة كبيرة. الخطوة الصغيرة بتقول للجهاز العصبي مفيش تهديد، مفيش اندفاع، احنا بس بنقرب. بحث بسيط، سؤال من غير التزام، حركة صغيرة من غير قرار نهائي. كل خطوة صغيرة بتبني أمان جديد، ومع الأمان المقاومة بتقل. وده يغير نظرتنا لنفسنا. بدل ما نقول ليه احنا بنقاوم، نسأل ايه اللي جوانا حاسس ان التغيير ده خطر. سؤال أهدى وأصدق وأرحم. خلونا نفتكر حاجة مهمة، لو التغيير مقلق ده معناه إن في حاجة جواك لسه حاسة، لسه عايزة مساحة أوسع. المقاومة مش علامة ضعف، المقاومة علامة إن الجهاز العصبي لسه بيحاول يحميك بالطريقة القديمة. وإحنا دورنا مش نكسره، دورنا نعلمه إن في أمان جديد. علشان كده مش مطلوب نبدأ من غير خوف، كفاية نبدأ بوعي، وعي بالجسم، وعي بالإحساس، وعي بالخطوة. وفي الحلقة اللي جاية هنكمل من هنا ونسأل سؤال أدق شوية، إيه حكاية التعب ده اللي بيجي من غير سبب واضح؟ ده إشارة ولا ده ضعف؟ وخدوا القاعدة دي معاكم، لو التغيير مقلق ما تضغطوش، صغروا الخطوة. الخطوة الصغيرة دي أداة عصبية، كل خطوة صغيرة بتبني أمان جديد. وقبل ما نمشي خليني أسيبك مع سؤال، إيه خطوة صغيرة أنت حاسس إنك بتلف حواليها بقالك فترة ومش واخدها؟ قوتنا
في خطوتنا.